وليه نشتريه بالغالي ما دمنا نقدر نعمله في البيت بمكونات بسيطة جدا، مكونات اقتصادية، بشوية مية ودقيق وشوية مكونات بسيطة هنعمل ألذ وأطعم توست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هند بكر ودي قناتي، وإن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض في الفيديو ده من عجينة واحدة هنعمل التوست بأقل التكاليف. طبعا هيكون موفر معانا جدا، لأن التوست بيتباع دلوقتي في المخابز والمحلات والسوبر ماركت غالي جدا. شايفين التوست بتاعنا عامل ازاي؟ هش جدا وطري. وهنعمل كمان من عجينة واحدة الباتيه بالجبنة. يلا نبدأ على بركة الله، نشوف المكونات والمقادير وطريقة التحضير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة معايا في المكونات، معايا كوبايتين من المية الدافية، حطيت معلقتين كبار من السكر بمقدار 15 جرام، حطيت 16 جرام من الخميرة الفورية بمقدار معلقتين كبار. انا بستخدم دريم، اهم حاجة تستخدمي نوع خميرة جيد جدا. حطيت معلقتين كبار من الزيت، ضفت كمان واحد من البيضة. هقلب كل المكونات مع بعضها. هضيف كوبايتين من الدقيق، اي نوع دقيق حضرتك بتفضليه استخدميه. الدقيق بتاعنا احنا نخلناه كويس جدا، انا استخدمت هنا ماركة الاهرام. هقلب بقى كوبايتين الدقيق مع المواد السائلة بتاعتنا، وهغطي كل المكونات دي مع بعضها لحد ما تتفاعل كده والخميرة تشتغل مع الدقيق اللي احنا حطيناه. انا بعمل هنا زي محسن خبز، وفي نفس الوقت بعمل تيست الخميرة بختبرها. هغطي كده البولة بتاعتي ببلاستيك راب، وبعد كده هغطيها بفوطة واسيبها لمدة 10 دقايق او ربع ساعة لحد ما المكونات دي كلها تتفاعل مع بعضها. طب الخطوة دي فايدتها ايه؟ الخطوة دي بتديني هشاشة حلوة جدا للمعجنات بتاعتنا. اي نوع معجنات ممكن تعملي فيه الخطوة دي هتخلي لك المعجنات بتاعتك هشة جدا وطرية. انا رجعت لها بعد ربع ساعة، شايفة شكل الخليط عمل ازاي؟ عمل فوران كده وتجانس كله مع بعضه بالشكل اللي انت شايفاه ده. وهنا اتأكدت ان الخميرة بتاعتي فعالة ونشطة، وفي نفس الوقت استخدمت هنا الطريقة دي كمحسن خبز زي ما قلتلك. ضفت كمان 6 كوبايات من الدقيق، وفي البداية ضفت كوبايتين، يبقى انا ضفت 8 كوبايات من الدقيق متعدد الاغراض بمقدار كيلو من الدقيق. ضفت كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر بمقدار 5 جرام. انا هشغل هنا العجان على سرعه بطيئه لحد ما المكونات كلها تتجانس مع بعضها، وبعد كده هعلي سرعه العجان على سرعه عاليه. هضيف كمان معلقتين من الزبده. فايده الزبده هنا انها بتطري لي العجينه، بتخلي لي العجينه بتاعتي كده طريه، وفي نفس الوقت بتديني طعم حلو للمعجنات. ما عندي كيس زبده خلاص استغني عنهم، مفيش مشكله. وممكن بدل الميه اللي احنا ضفناها في بدايه الفيديو، ممكن حضرتك تضيفي بدلها كوبايتين من اللبن. طبعا اثناء العجن انا ضفت كوبايه من الميه، بس الكاميرا ما صورتهاش. يبقى العجينه بتاعتي بالظبط او نوع الدقيق اللي انا بستخدمه خد مني بالظبط 3 كوبايات من الميه. بعرف العجينه ازاي انها مش محتاجه عجن تاني؟ لما اجي اشدها كده وتتمط معايا وتعمل معايا عرق، وفي نفس الوقت الاقيها طريه. لو حضرتك بقى بتعجني بايديكي، افضلي عجني في العجينه لحد ما تلاقيها عملت معاكي عرق كده ولقيتيها طريه كده وما بتلزقش في الايد. شايفه العجينه بتاعتنا عامله ازاي طريه ازاي؟ شايفه لما بشدها بتديني عرق ازاي؟ يبقى دي عجينه ناجحه مليون المية. انا هغطي العجينه ببلاستيك راب واغطيها بفوطه واسيبها تخمر. المده بتاعه الخمر ممكن نسيبها تلت ساعه، نص ساعه، ربع ساعه، ممكن نسيبها ساعه كامله على حسب درجه حراره الجو اللي انت شغاله فيه. لو شغاله في الصيف بتخمر بسرعه، ولو شغاله في الشتاء بتاخد وقت شويه في التخمير. انا رجعت لها بعد مرور 25 دقيقه.
هنبدأ بقى كده نشوف العجينة بتاعتنا ما شاء الله تبارك الله خمرت وبقت يعني مفيش بعد كده، وده دليل على نجاح العجينة بتاعتنا. ببتدي افرغ منها الهواء، وهبدأ ان انا اخرج العجينة بتاعتنا وهنبدأ نشتغل فيها. انا هاخد جزء صغير كده من العجينة عشان هعمل بيه الباتيه بالجبنة. يعني لو حضرتك هتعملي توست بس في نفس القالب اللي انا هعمل فيه النهارده، يبقى حضرتك ممكن تعملي كيلو الا ربع من الدقيق. يعني القطعه اللي انا خدتها اللي انا بكورها معاكم دي، انا لميت بس الاطراف كده مع بعضها وبعملها كويره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي ممكن تبقى في حدود ربع كيلو من الدقيق. تمام. هحطها في طبق واغطيها بكيس بلاستيك وهسيبها ترتاح على جنب، وهنبدا بقى نشتغل في عجينه التوست. هبدا بقى افرد العجينه، تفرديها بايديك تفرديها بنشابه مفيش مشكله. طبعا انا هفردها هنا على شكل مربع بالشكل اللي قدامك ده. هبدأ بقى زي ما انت شايفاني كده هتني الاطراف على بعضها. طب فايدة تاني الاطراف ايه على بعضها وبعدين هتنيها بالشكل اللي انت شايفاه ده. ده بيديني التوريقة او ايه، بيديني اللب او بيعمل لي اللب بتاع التوست. انا سبتها ترتاح شوية وهبدأ ان انا ابططها تاني او افردها تاني على شكل مستطيل. الموضوع سهل جدا وبسيط وما فيهوش اي صعوبة. يعني بجد لما تعمليه بالطريقة دي مش هياخد منك وقت. هنبدأ بقى نفرد العجينة بتاعتنا على شكل مستطيل طويل. انا فردت مستطيل طويل بالشكل ده، وهبتدي بقى ان انا اتني زي ما انت شايفة كده. هبتدي ان انا اتني واقفل كل تانية اتنيها، هبتدي ان انا اقفلها. واثناء ما انا بتني برجع اضم العجينة كده بايدي زي ما انت شايفاني بالشكل ده. انا طبعا كان مستطيل طويل بطول سطح العمل ولفيته كله بالشكل ده. معايا طبعا القالب ده كبير جدا بس انا مش فاكره مقاسه. هبدا احط فيه العجينه بتاعتنا بالشكل وهسيبها تخمر. انا دهنت القالب بتاعي دهنته زبده. لو ما فيش عند حضرتك زبده تقدري تدهنيه سمنه، تقدري تدهنيه زيت. انا بستخدم زبده فرن. هسيبها تخمر وبعدين هنرجع نشوفها بعد الخمر ان شاء الله، وهغطيها كمان بفوطه. هنبدأ نعمل مع بعض بقى الباتيه بالجبنة من نفس العجينة اللي احنا عملناها مع بعض. طبعا العجينة لينة جدا لانها خدت وقتها من الخمر وارتاحت جدا، فهتشتغل معايا بكل سهولة، وهتلاقي العجينة معانا كده لينة وفي نفس الوقت لان المقادير بتاعتها مظبوطة وخدت وقتها من العجن. يعني لما تيجي تعجني ادي العجينة حقها من العجن عشان تديكي نتيجة حلوة. انا ببدأ افرد هنا العجينة على شكل مربع. معايا كمان معلقة من الزبدة. انا برضو زي ما قلتلك بستخدم زبدة فرن، ما بستخدمش زبدة توريق ولا اي حاجة. هاخد معلقة واحدة صغيرة كده من الزبدة. يعني لو هتقيسي، يعني لو هتوزنيها على الميزان ممكن تطلع معاكي 10 جرام 12 جرام 15 جرام، وطبعا 15 جرام كمان كتير. فطبعا انا بدعك الزبدة زي ما انت شايفة كده في العجينة بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهبتدي ان انا اتني كده الاطراف على بعضها واحطها في طبق واغطيها بكيس بلاستيكي، وهدخلها لمدة 10 دقايق الفريزر لحد ما الزبدة تتماسك فيها، وهنرجع نجيبها نفردها ونعملها ان شاء الله ألذ واطعم باتيه مورق. طبعا انا بعد مرور ربع ساعة في الفريزر طلعتها وببتدي ان انا افردها بالشكل ده. هفردها برضو على شكل مربع كبير. هبدأ بقى ان انا اقطع العجينة بتاعتي مستطيلات.
طبعا حجم قطعة الباتيه بتاعتك على حسب الحجم بتاع المستطيل اللي انت بتقطعيه. يعني قطعت المستطيل كبير هتطلع معاكي فطيرة كبيرة او باتيهية كبيرة. قطعتيه صغير هيطلع معاكي باتيه متوسط، ميني باتيه زي ما يعجبك. انا اللي بستخدمها دي جبنة شيدر، وقطعتها صوابع بالشكل دون. طبعا اي جبنة مع حضرتك تقدري تستخدميها. وببتدي ان انا الف بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا بوريكي بس اللفات بتاعتها والتوريقه هتبقى عامله ازاي. بجد تحفه. يعني انت ممكن تعمليه بدري جدا قبل ما اولادك يمشوا على المدارس، هيبقى ألذ واطعم من اللي انت بتشتريه من الافران. لان الباتيه دلوقتي القطعه بقت ب7 جنيه في قلب الفرنه او في قلب المخبز. زي ما انت شايفه كده بحط الجبنه وبلفها رول بالشكل ده. ده كده شكل الباتيه بتاعنا، واظن التوريقه بتاعته باينه قدامكم. هغطيه بفوطه وهسيبه يخمر. طبعا انا سبت التوست لحد ما خمر، بس هو محتاج يخمر شويه. وده شكل الباتيه بتاعنا. انا سبته 10 دقايق لحد ما خمر بالشكل ده، لان انا الجو عندي حر شويه، فبقى معايا بالشكل دون وخمرت معايا بسرعه. طبعا وادي شكل الباتيه، وادي كمان شكل التوست بتاعنا كمان خمر. وطبعا انا مشغله الفرن على فرن ساخن مسبقا. يعني انا مشغله الفرن من بدايه ما ابتديت ان انا اعمل من بدايه ما ابتديت اشكل التوست. لان التوست او اي معجنات بتدخل الفرن على فرن ساخن مسبقا. طبعا ندخلهم كلهم في الرف الاوسط، وبعد كده لما ياخدوا لون بفتح عليهم الشوايه. ده بالنسبه للفطائر بتاعه للباتيه بالجبنه. اما التوست فالتوست على درجه حراره 180، ودخلته برضو في الرف الاوسط، وده خد معايا ساعه الا ربع بالظبط. وانا ما شغلتش الشوايه ولا اي حاجه، هو من درجه حراره الفرن كله خد لون زي ما انت هتشوفيه معايا دلوقتي. انا هنا قطعت قطعه من الباتيه وبوريكي، بس معلش هي الكاميرا ما جابتش شكل الباتيه من جوه. بس بجد هو مورق جدا وطري وهش وحاجه نظيفه جدا انت عاملاها بايديكي وضمناها. ده كده طبعا شكل التوست بتاعنا. انا طبعا طفيت عليه لما حسيت ان هو استوى. طبعا شلت الغطا من عليه واختبرته سن سكينه رفيع. طبعا السكينه خرجت ما كانش فيها اي عجين، فبكده التوست استوى. فاستنيته لما برد خالص في قلب الفرن، ما طلعتوش بره الفرن وهو ساخن. انا طفيت عليه الفرن خالص وسبته برده زي ما هو جوه الفرن. وانا طلعته كده بعد ساعه، بعد مرور ساعه من وجوده في الفرن. سبته برده يكمل درجه بروده بره. وانا دلوقتي يعني سبته يبرد براحته خالص، وانا دلوقتي بفضيه من قلب القالب وهو بارد تماما، عشان نعرف نقطعه مع بعض وكمان يخرج من القالب بكل سهولة. طبعا لو اني دهنت القالب زبدة خرج معايا بسهولة زي ما انت شايفة بقى كده. بصي عامل ازاي، عامل زي قطعة الاسفنج بالظبط. طبعا هو بيتكلم عن نفسه ما شاء الله، روعة. هنبدأ بقى نقطعه مع بعض. طبعا اللي خلاني اعمل التوست ان انا كنت راح اشتري توست من قلب السوبر ماركت، من عند السوبر ماركت، فقال لي الكيس 48 جنيه. بعد القطع اللي فيه في حدود 25 قطعة، 25 قطعة كرواسو، عفوا 25 قطعة توست. فقلت طب وعلى ايه انا اجيب كيلو دقيق واطلع اعمل توست. وبالفعل طلعت عملت توست، وكان يعني ما شاء الله ناجح جدا. هنبدأ بقى نقطعه كده ونشوف شكله مع بعض. ما شاء الله تحفة جدا ما شاء الله. شايفة طري ازاي، وشايفة القلب بتاعه عامل ازاي، زي اللي في المحلات واحسن، وزي اللي بتجيبيه من المخابز واحسن. طري جدا وهش، عامل زي قطعة الاسفنج بالظبط، وحاجة نظيفة ومضمونة. وبجد يعني ما كلفناش حاجة.
طبعا التوست بيتقطع يا جماعة وهو بارد تماما، ما ينفعش نقطعه ولو هو دافي ولو هو ساخن. هنشوف بقى قطع كده مع بعض، ما شاء الله روعة. شايفة الطراوة بتاعته عاملة ازاي؟ تحفة، مفيش بعد كده، ناجح مليون المية واوفر بكتير. طبعا طريقة الحفظ بتاعته حضرتك بتحطيه في كيس بلاستيكي وتدخليه التلاجة، واثناء الاستخدام بتطلعيه وتقطعي منه، ولو عايزة تشيليه فترات طويلة يبقى حضرتك تشيليه او تحتفظي بيه في الفريزر.